هاء الضمير التي هي يكنى بها عن الغائب المفرد المذكر، هو، إنه، هذه الهاء، هاء الضمير، هل يدخلها الروم والإشمام؟ القبائل العربية لهم في ذلك ثلاثة مذاهب. بعض القبائل العربية لا يدخل في كلامهم الروم ولا الإشمام في هاء الضمير. يعني مثلا اجتباه يقولون اجتباه فقط، فهو يخلفه، يخلفه يقولون يخلفه ولا يقولون يخلفه، لا يرومون ولا يشمون ضمة الهاء في هذه الكلمات. إذا مذهب ليس في هناك روم ولا إشمام أبدا، يسموه العلماء مذهب المنع مطلقا. وهناك مذهب ثاني لبعض القبائل العربية الأخرى بعكسه، جواز مطلقا، فيرومون ويشمون في هاء الضمير المضمومة ويرومون في الهاء الضمير المكسورة، لأن هاء الضمير حركتها دائرة بين الضم والكسر، دائما نذكر بذلك، هاء الضمير حركتها دائرة بين الضم والكسر. تذكروا بارك الله فيكم قوله تعالى إنه، هيها على رجعه، هذه هاء لقادر، إنه على رجعه لقادر. هذه الآية جمعت هاءين من هاءات الضمير، هاء مضمومة وهاء مكسورة، فحركة هاء الضمير دائرة بين الضم والكسر. هاء الضمير بعض العرب لا يدخل عليها الروم ولا الإشمام مطلقا، اسمه هذا المذهب اسمه المنع مطلقا. بعض القبائل تدخل الروم والإشمام، هذا اسمه الجواز مطلقا. وبعض القبائل الثالثة، مجموعة ثالثة من القبائل العربية، تدخل الروم والإشمام على هاء الضمير في ثلاثة مسائل أو في ثلاثة صور، وتمنعه في 4 صور، المجموع 7 صور. أما الصور الأربعة التي لا روم ولا إشمام فيها على هذا المذهب الثالث، ويسميه العلماء مذهب التفصيل، مذهب التفصيل، أن تكون هاء الضمير مسبوقة بكسرة أو أمها. مين أم الكسرة؟ الياء. أو ضمة أو أمها. مين أم الضمة؟ الواو. إذن إن جاء ضم كسرة مثلا به، به، انظروا هذه هاء ضمير به، وقبل الهاء كسرة وهي كسرة الباء، على مذهب التفصيل لا روم. إنه لا إنه مفتوحة، نريد مثلا يفعله، مثلا يفعله له، هذه هاء ضمير قبلها ضمة، أيضا مذهب التفصيل لا روم ولا إشمام فيها. لا هاء الضمير المسبوقة بضمة ولا بواو ولا بكسرة ولا بياء. 4 صور ممنوع فيها الروم والإشمام على مذهب التفصيل، و3 صور فيها الباقية الصور العقلية يعني يصح فيها الروم والإشمام، وهي أن تكون هاء الضمير مسبوقة بساكن أصلي، مثل منه، منه نقول منه هذا بالسكون، ونقول منه، منه بهاء صوتها ضعيف، ضم صوتها ضعيف، أو منه بضم الشفتين بعيد تسكين الهاء اللي هو إيش؟ الإشمام. إذن إن سبقت هاء الضمير بسكون مثل منه، أو بألف مثل اجتباه، اجتباه، أو بفتحة مثلا كتبه، كتبه، هنا هاء الضمير مسبوقة بفتحة يدخلها الروم والإشمام على مذهب التفصيل. إذن مذهب التفصيل 4 صور لا يدخلها روم ولا إشمام، و3 صور يدخلها الروم والإشمام، سأبينها في اللوحات بعد الفاصل، فحياكم الله. هذا قلته قبل الفاصل ولخصته لكم الآن، ونراه على اللوحات التعليمية في هذه الحلقة. فنرى أمامنا مذهب القراء في الروم والإشمام بالنسبة لهاء الضمير. هاء الضمير هي الهاء التي يكنى بها عن الغائب المفرد المذكر، وتكون مضمومة أو مكسورة، نحو
إنه على رجعه لقادر. ولأئمة القراءة في دخول الروم والإشمام عليها ثلاثة مذاهب: الأول المنع مطلقا، الثاني الجواز مطلقا، الثالث اسمه مذهب التفصيل. ومذهب التفصيل نراه في هذه اللوحة: لا يأتي الروم ولا الإشمام في هاء الضمير إن سبقت: واحد بياء ساكنة، اثنان أو كسرة، ثلاثة أو واو ساكنة، أربعة أو ضمة. يعني الكسرة والضمة وأماهما. أم الكسرة هي الياء وأم الضمة هي الواو. أربع صور. الأمثلة كما نرى: فيه، لأن الهاء هنا مسبوقة بياء ساكنة، فعلى مذهب التفصيل لا روم فيها. وكتبه، الهاء هنا مسبوقة بكسرة، فعلى مذهب التفصيل لا روم فيها لأنها مسبوقة بكسرة. فعلوه، هذه الهاء مضمومة وقبلها واو ساكنة، فعلى مذهب التفصيل لا روم ولا إشمام فيها. لما؟ لأنها سبقت بواو ساكنة. يخلفه، هذه الهاء مضمومة وقبلها ضمة، فلا يدخلها روم ولا إشمام على مذهب التفصيل لأنها سبقت بضمة. وأما الصور الثلاثة التي يجوز فيها الروم والإشمام في مذهب التفصيل فهي: إن سبقت بساكن صحيح، يعني بحرف ساكن صحيح، أو فتحة أو ألف، يعني الفتحة أو أمها. مين أم الفتحة؟ الألف. نحو منه، هنا هاء الضمير مضمومة وسبقت بساكن صحيح وهو النون، فيدخلها الروم والإشمام على مذهب التفصيل. لن تخلفه، هنا هاء الضمير مضمومة وسبقت بفتحة، فيدخلها الروم والإشمام على مذهب التفصيل لأنها سبقت بفتحة. اجتباه، الهاء هاء ضمير مضمومة سبقت بألف، فيدخلها الروم والإشمام على مذهب التفصيل. هذه هي الصور الثلاثة التي يجوز فيها الروم والإشمام على مذهب التفصيل، والصور الأربعة التي لا يجوز فيها الروم والإشمام على مذهب التفصيل. وأذكركم هناك مذهب المنع مطلقا والجواز مطلقا. هذا كله لأهل الاختصاص. يعني أرجو أن لا يعني يقول أحد: يا أخي إيش الصعوبة هذه، إيش التفصيل هذا، والله خوفتنا. لا، هذا ليس للتخويف، وإنما هو لأهل الاختصاص. يستطيع كل مسلم عادي أن يقرأ القرآن دون أن يعرف هذا البحث أبدا.